تجربة التكاسي أوبر، الطيارة هاي النفاثة على شكل هليكوبتر، صور له أشياء اللي ما يقدر يتخيلها في عمره. صديقي العزيز أخوي الجزائري، إذا سافرت الإمارات فأنت تسافر عبر الزمن، فإذا سافرت الجزائر فهو تكفيرا على ذنوبك من الماضي. إذا يبغى النظام الجزائري يصور لك الإمارات، يجب أن يصور الإمارات الحديثة ويصور الإنجازات اللي صارت من ذاك التاريخ لين حين. عندما تأتي أنت كجزائري وتتكلم أو كإعلام جزائري وتتكلم وتصور لنا الإمارات على شكل رمل وتكلم عن تاريخ التأسيس، ألا تستحي أن هذا التاريخ يضرك أنت كجزائري تأسست قبل الإمارات، تأسست في 62 وتتربع على عرش الثروات، لكن في الحين في المقابل الإمارات العربية المتحدة ما سوته ما أنجزته من المشاريع العملاقة ومن الشركات الرأسمالية العالمية يفوق اقتصادك ويفوق اقتصاد 3 دول مجتمعة من الاتحاد الأوروبي. أليس من العيب والعار أن تتكلم عن الإمارات دويلة وتصفها بالدويلة حجما، وأنت تعلم جيدا أن فرنسا الصغيرة من استعمرتك 132 سنة وهي أصغر منك حجما، فلذلك الدول لا تقاس بالأحجام، لأن لو كانت تقاس بالأحجام لكانت الجزائر من استعمرت فرنسا وليس العكس. الإمارات قوية وكبيرة بمواقفها وبشركاتها. الإمارات قبل سنتين لما سحبت استثمارات 3 شركات من بورصة لندن انهار الاقتصاد بقيمة 2.8%، فما ذلك لو سحبت. أنا لا أعتقد أن الجزائريين ينكرون القوة الاقتصادية للإمارات. إذا شيء جزائري ينكر أن الإمارات قوية اقتصاديا هذا عايش في عالم آخر، يعني لا أعتقد أن هناك جزائري ينكر. هذه الخطة يا أسعد أساسا هم يرون أن الإمارات وهم يتهجمون على الدول القوية وليس على الدول الضعيفة، وهم يحاولون أن يقللون من قيمة ومن شأن الدول القوية. ولماذا؟ لأن الإمارات تأسست من بعدهم لكن وصلت ما لم يصلوه ولم يخططوا له ولم يحطوه في استراتيجيتهم، فلذلك تعالوا. اسمح لي جاسم، أنا لأنك الإماراتي الوحيد، هل هناك بعد مغربي في الموضوع نتيجة العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والإمارات تتحسس الجزائر من هذا الأمر؟ وما صحة أن الشيخ محمد بن زايد حاول زيارة الجزائر ورفض تبون؟ إلا إذا سيدي الشيخ محمد بن زايد نحن لا نتدخل في أموره، لكن في خيارين اثنين: يا إما أنه يسحب شركاته من داخل الإمارات أو يكفر عن ذنوبه بالرجوع إلى الماضي. أما أنا لا أرى أن في هناك زيارة في دولة الجزائر ولا حاليا استثمار ولا هي وجهة وقبلة مستثمرين. لكن من الناحية الثانية نرى وندري ونعلم جيدا عداوة الجزائر للإمارات من أيام التأسيس ومن بداية التأسيس. وأنت تعلم جيدا والجزائريين يعلمون جيدا أن أول دولة اعترضت على تأسيس الإمارات العربية المتحدة كانت الجزائر، وكانت طهران إيران أول دولة اعترضت. هذه معلومة مؤكدة يا جاسم؟ معلومة مؤكدة وابصم عليها بالعشر، وتعرف الجميع يعرفني هنا لم آتي في يوم من الأيام بمعلومة مغلوطة ولا مزيفة ولا حتى من اليوتيوب. أول دولة اعترضت على تأسيس الإمارات كانت الجزائر العاصمة، وأول دولة تربصت بوظبي وحاولت ضربها إلى جانب إيران كانت الجزائر، وتكرر ذا الشيء في 74 و78 و79 وال81. وكان ذا الشيء والحقد والغل اللي في الجزائريين من ذاك الزمن للحين، لأن الحسن الثاني من وقف جنب لجنب إلى الشيخ زايد الله يرحمه، الملك الحسن الثاني ملك المغرب، من ساعد واحتضن الملف وركض وراء سيد الشيخ زايد الله يرحمه لما وحد وأسس الإمارات. وخير دليل كدليل على شكر المغرب. تفضل. طيب خذ ورقة وقلم يا جاسم، خذ ورقة وقلم وابقى إذا بكمل النقطة اللي دمرت الجزائر ودمرت العلاقات واللي دمرت اقتصادهم، ألا وهي يوم وضعت، ولاحظ جيدا متى اشتدت العداوة في العلن. كانت العداوة باطنيا وسكتت الجزائر ظهرا وناطقت كفرا لما وضعت الإمارات العربية المتحدة سفارتها في مدينة العيون في الصحراء المغربية، فهناك تزعزع الكيان وتزعزع ما استطاعت الإمارات زعزعته. فهنا ثبتت الإمارات قوتها وهيبتها وسيادتها، وأنها لا تلتفت لا للأمم المتحدة ولا إسرائيل من يخافونها ومن يخافون ترامب. السلام عليكم وانتظر هني. شكرا. أيوة انتظر، لكن خذ ورقة وقلم لأنك يعني ستكون معني بالرد. شكرا جاسم.
معلومة جديدة أن الجزائر كانت من أوائل الدول مع إيران ضد تشكيل الإمارات العربية المتحدة. هذه أول معلومة أسمع بها. إذا كانت هذه المعلومة صحيحة، وأعتقد أنها صحيحة، فهذا يبين أن الخصومة قديمة جدا، ربما تتعدى حتى مسألة المغرب. جاسم، سجل هذا النقطة عندك. هل سيكون هناك رد غير مباشر؟ يعني أنا أرى أنه ما دام أن العنصر المغربي موجود في الموضوع، قد يكون الرد الإماراتي بالمزيد من المشاريع الاستثمارية بين المغرب والإمارات، أو فتح مشاريع في الأقاليم الجنوبية تحديدا، لأننا أعرفكم أنتم الإماراتيين تعرفون كيف تردون في الوقت وفي الزمان المناسب. وشهادة لله، هذا ليس نفاقا لك، أن شيوخ الإمارات من الأخلاق، وشيوخ الخليج كلهم، وأنا احتكيت بالقطريين، ممكن تختلف معهم سياسيا لكن ليسوا بذيئين إطلاقا، لأنهم يعودون إلى قبائل وأعراف وعرف وقبيلة وشيء من هذا القبيل، ونحن نفهم هذه الأمور. يعني لن تسمع محمد بن زايد يقول لمواطن ما ابن حرام أو مجهول الأب إطلاقا، حتى لو إلى آخر يوم في الحياة، لكننا سمعناها من تبون. الأخ فارس تفضل. عليك أخي أسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أسعد، هذا الموضوع كله أعقب عليه في نقطة واحدة فقط، أعقب على الحكومة الجزائرية على هذا التقرير الذي قامته في التلفزيون العمومي، لأن الأعراف السياسية والأعراف الدبلوماسية لا يقومون بهذه اللاقطة دولة مستقلة. لا 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 لا، هناك شيء، شغل ردة الفعل لم تكون في موضوع يمكن أن يكون كيف تفسرها أنت يا أخي؟ أنت جزائري. أنا جزائري. قلت أنت جزائري. أنت طيب، كيف تفسر هذا ردة الفعل؟ لأني فعلا غير متناسبة للفعل نفسه، إنه جزائري، ضيف جزائري ومذيعة جزائرية في برنامج في قناة دولية اسمها سكاي نيوز، يتفرجون وشككوا في الهوية هذه، فيأتي السب على الإمارات. أنت قل لنا باعتبارك جزائري. يا أخي أسعد، هذا السب اللي قام السب الذي قام به في أيام القايد صالح كانت أقذر. كانوا يسبوا منطقة القبائل بأقذر الأشياء، كانوا يسبونهم، يقولون أنهم زواف، يقولون أنهم لخطاء، أنهم من دولة أوروبية، أنهم حتى سمونا أنا إسرائيليين. ولم يكن أنت قبائلي. نعم قبائل، لكنني لست بقبائل الانفصاليين، لا يهمني بالانفصال. أنا جزائري ومع الوحدة الوطنية. لكنني لن أكون مع الظلم، سأقول الظلم، والحق سأقول حق. التقرير، أنا أول ما رأيت هذا التقرير قلت يا رب، ما هذا التقرير، لأنني أعرف تداعيات هذا التقرير، تداعيات ماذا سوف يكون، لأننا عندنا خصومات مع المغرب، تداعيات مع المغرب. لا، أي مغرب؟ ما الذي حشر المغرب في الموضوع هنا؟ لا 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 لا, لا. قلت عندما رأيت هذا التقرير قلت ماذا سوف نزيد؟ عندنا مشكلة مع المغرب، عندنا مشكلة مع مالي، عندنا مشكلة مع نزيد الإمارات ثاني. الإمارات استضافوا جزائري، المذيعة جزائرية، قالوا ما قالوا والسلام عليكم. لكن للأمانة هذا بالغيث أخطأ يعني يعتبروها الناس، يعني ألغى عرقية الأمازيغ تماما. شيء كبير. بالغيث هذا قال أكثر من هذا. بالغيث هذا ليس أول مرة ما يقول هذا، قال أكثر، قال وما يندى له الجبين كما يقول بالعربية. في أيام القايد صالح قال أكثر. لحظة اسمحوا لي الأخ، جالي إنذار، والله أنا آسف يا أخي فارس، لكن لا أدري لماذا جاني المثلث هذا يقول لي أن أزيلك. اسمح لي أنا آسف، رغم أنني لا أعلم لماذا هذا الإنذار، والله ما أدري. يا جماعة كبسوا شوية وعدسوا وخربشوا، ما 7100 بني آدم ما تعملوا والو يا جماعة، اعملوا حاجة. أنا أشوف هذا قد مدى بدأ المثلث هذا معناته إحنا ممكن ننضرب في الزيرو.
7,000 بني آدم ما قادرين تكبسوه ولا تعدسوه ولا تخربشوه ولا تعملوا لنا حاجة. الله المستعان. خلينا نسمع نبيل ثم نعطي جاسم إذا له حق الرد في الموضوع، ثم لمين، وفي واحد سوداني ربما يريد أن يتداخل معنا، وفي مصري. اليوم ممكن تكون جامعة الدول العربية في الموضوع. في زيد شكرا. طيب يا زيد. شكرا أسعد. السلام عليكم أسعد. شكرا. وعليكم السلام نبيل، تفضل يا نبيل. تحياتي كل متابعين واللي راهم قاع في الجست. نرد على الأخ أسعد، اسمح لي نرد على الأخ العراقي. ما عنديش برقاوق على منايا، بصح عندي شوية تاع الناس هضروا عندك وشوية رد عليهم. العراقي قال لك الإمارات عندها تاريخ. الحمد لله البارح يا اخي شوف صلى على رسول الله. اسمح لي عليه الصلاه والسلام. اسمح لي. لا انت الان ترد على العراقي وبعدها ترد على لا كلمه واحده برك على التاريخ. والله على التاريخ جات مناسبه. مش موضوعي تاريخي، موضوعي هويتك. لا دولة الامارات فيها تاريخ. اسمح لي اخي سعد، معلومه نقولها لك. البارحه دوله نيكاراغوا خرجت من اليونسكو احتجاجا على أزولاي احتجاجا على أزولاي. هي يا أخي عندك أنت مداخلة في صلب الموضوع. أي أزولاي وأي بطيخ. دولة الإمارات سرقت آثار من اليمن. مش موضوعي هذا، أنت تفهم هذا موضوع آخر احنا ممكن نناقشه. لكن هو يتكلم عن التاريخ. حبيبي موضوعي التقرير الجزائري الذي يسمح لي يقول لك حاجات. هو يتكلم عن التاريخ. لو تقرا اخي انا مضطر اما ان تلتزم بمحور النقاش او تنزل. ما عندي. انا ملتزم. لا ليس موضوعي لا تاريخك. اسمع يا اخي، موضوعي لا تاريخك ولا تاريخ الامارات. الموضوع ليس تاريخيا. هناك برنامج تلفزيوني اذيع في قناه اسمها سكاي نيوز. نعم المذيعة جزائرية. اسمع يا أخي، اسمع عشان تستوعب. جني لك يا أخي، اسمع. لا حول ولا قوة إلا بالله. لحظة دقيقة يا مشرف، انتبه. لحد فتح نزلها. شوف أنا ما عنديش الحجر ديال وادي اللبن، لكن معي قالب سكر. قسما بالله يلي ما يلتزم بالنقاش اني نادعه بالقالب السكر. هذا قالب السكر انا قد اديته مخصوص للذي لا تخلوني استخدم قالب السكر هذا. رجاء اسمع يا نبيل اسمع الكلام مزيان. في برنامج تلفزيوني بثته قناة سكاي نيوز. سكاي نيوز هذه عالمية اصلا، سكاي نيوز عربي، ربما انها تبث من ابو ظبي او من دبي او من اي مكان. المذيعة جزائرية والمذيع جزائري. المذيع خربط في الهوية ديالكم كالعادة. كل من ما هب ودب جاء عمل لكم هوية، ما عاد درينا وجه الهوية. جاء تلفزيونك الرسمي يسب على محمد بن زايد وعلى شيوخ الإمارات ووصفهم بأوصاف رديئة. هنا نناقش هذا التناقض وهذا الإرباك الذي موجود في الإعلام الجزائري وهذا التشنج وعدم التوازن. ما قلنا تاريخ يا أخي، أنت مؤسس في 62 وهي في 71. إذا تقيس الدول قيسها اليوم كيف بيعيش الإماراتي وكيف أنت عايش. أما التاريخ هاي أمريكا بتحكم أبوكم كلكم، عمرها 100 سنة أو 200 سنة. جينا للتاريخ، قتلتونا أنتوا التاريخ هذا. أنت فهمت موضوع النقاش ولا نرجع نعيدها لك؟ ادخل يا أخي في الموضوع عشان ما تعطلنا. الله يرحم لك الوالدين. تفضل نبيل. اسمح لي اخي اسعد، اسمح لي. انا بغيت نجاوب بالعراقي برك وتكي على الهضره اللي قلتها انت دوكاتيك. انا ما نقولش تبون سيدي، بصح جاسم كي يقول سيدي. انا تبون ليس سيدي، تبون خادم عندي، تبون موظف عندي. انا الشعب، انا والوطن. انا لا اقول سيدي. هذه الاولى. لكيف يعيش عنده المال؟ ما عنده المال وعبيد. لماذا؟ انا تبون ليس بسيدي، خادم عندي، موظف عندي. هذه الأولى. لكن أنت لم تتركني أتكلم عن التاريخ. ماذا أرد على العراقي؟ تلف لي قال أفكار، شتت لي قال أفكار شتهم لي. أنا نقول لك المشكلة بين الجزائر والإمارات. من أول يوم
من قرار تأسيس دولة الإمارات لا يوجد قطيعة في البترول، لا يوجد توحيد صفوف. انظر كيف إخواننا في فلسطين كيف يبادوا، والبترول والدولارات، لا الدولارات أخي انظر لآخر مرة أنا ضد نظام جزائري، أنا ضد نظام جزائري. أخي أنت ما أفهم والو. شوف أنا لآخر مرة سأصوب لك النقاش، أنت لازم تدخل في صلب الموضوع أو هوينا. الله يرحم لك الوالدين، عندي زحمة في الطلبات، خلي واحد غيرك. تريد تدخل في صلب الموضوع؟ خلينا نهدر، تقطع فيها. اهدر في الموضوع الذي أنا فاتحه يا أخي. أنت رايح بعيد. خلينا نهدر وحدي، لا تقول لهم هما بقى متقطعهم شو تقطعني. ما انت لست في الموضوع، انت يا عيب في الموضوع. هما كاع راحوا وجاو وين بغاو، وانا ما نروحش ونجي وين نبغي. خليهم انتوا روحوا يجي، ما حدا بيروح ويجي يا اخي، ما حد بيروح ويجي. العراقي يهدر يا عيب يا اخي، طفشتني سمعت بي الحاره يا اخي. قال لك الشركات، قال لك في الجزائر الموانئ، قال لك الموانئ احنا حوزناكم كاع من الموانئ. بقي شركه تبغ، شركه تبغ تاع الدخان، بقي هذاك ما كان. وليبيا يعني خط احمر يدعموا في ليبيا خط احمر. يجيبوا لنا الامريكان في الجهه الشرقيه تاعنا، يجيبوا الامريكان في المغرب، الامريكان معاهدات استراتيجيه يجيبوا لنا في ليبيا معاهدات استراتيجيه من الامريكان. انا اقول لهم قاعد يقلاو يسمع وكاع العالم، الجزائر قادره تحرق كل البحر الابيض المتوسط وكل اوروبا، وتترك كل افريقيا تدفق عليها. لا حول. كل افريقيا تدفق عليها. والله ننتحر، والله مستعدين للانتحار. انا لله وانا اليه راجعون. خلينا نهدر عليها. اصبر. البارح سرقوا الاماراتيين، سرقوا من اليمن اثار وخبوها في الرمل، للاسف. اسعد والله غير تصبر. اخي انا ادعوك ان شاء الله لللايفات المفتوحه، انت ما عندك والو، شكلك قاعد تخبط، فبالتالي انت مدعو لللايفات الترفيهيه واللايفات المفتوحه التي نسولف فيها ترفيهيا. اما اللايفات اللي فيها مثل هذا موضوع معين، موضوع بهذه القوه، انت لست اهلا لهذا ابدا. اسمح لي يا جاسم اني اخذ صوتي ثم نعود اليك. دعني يا لمين باعتبار انك موريتاني، وانا ساخذ زيد، انا اريد صوت جزائري، ثم نعطي جاسم يعلق، ثم نعود اليك انت كموريتاني. انا عارف انت ستطبل للجزائر، معروف عنك هذا الكلام. تفضل يا زيد. السلام عليكم. السلام عليكم. زيد وعليكم السلام. بخصوص الموضوع والتقرير الجزائري، فأنا كجزائري أبرره وأدعمه لما قامت به سكاي نيوز، لأنه عندما نقارن ما بين تلفزيون عمومي وطني وما بين قناة عالمية فيوجد فرق شاسع. فالقناة الوطنية هي تمثل الشعب الجزائري وتمثل الدولة الجزائرية، وكان لديها هل سكاي نيوز هل سكاي نيوز تمثل الإمارات؟ هل هي القناة الرسمية الناطقة باسم الديوان الأميري أو ما أدري ماذا يسمى في الإمارات؟ هل هي ناطقة باسمهم حتى تحاسبوها على ما يقولون؟ هي ليست ناطقة باسمهم ولكنها تمثلهم، بما أنها من قال أنها تمثلهم؟ لماذا تمثلهم؟ ايش تمثلهم؟ تمثلهم لأنها تبث من على أرضهم. نتحداك تجيب لي تقرير واحد لسكاي نيوز يتهجم على الإمارات. شفنا القنوات كامل تنتقد في الإمارات، لا أقول تتهجم على الإمارات، ولكنها تنتقد في الإمارات وتنتقد في سياسة الإمارات. لم أرى يوما واحدا سكاي نيوز تنتقد في دولة الإمارات. ماذا تنتقد؟ لا، كيف تنتقد سياسة الإمارات يعني في الدول العربية؟ أنت الآن قبل ربع ساعة كنت تنتقد في حكام الإمارات، أنت فقط قبل ربع ساعة. وش فيها ننتقد وننتقدنا؟ احنا قلنا لكم بس خاصموهم. شوف تعرف ماذا نطلب منك؟ أن نطلب منك نعم. أن تخاصموهم بأدب. نعم. بشرف خاصموهم بشرف. ما يا أخي أنتم ما تعرفوا شرف الخصومة. هذا ما تعرفوا شرف الخصومة أنتم إطلاقا. أوكي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال على الفتنة دعوها فإنها منتنة. لا تتشوشع مع النبي، الله يرحم لك الوالدين. دعوها فإنها منتنة على ماذا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ دعوها فإنها منتنة على ماذا؟ على الفتنة اللي في أيوة، الفتنة التي في المرادية.
كمل يا زيد. ممكن يجيب لنا جزائري رحم الله والدينك اخوي اسعد، الموضوع جزائري اماراتي، يجيب لنا واحد جزائري متمكن، مو بكل واحد متعاطي حبوب منع الفهم، ترى عيب والله، عيب حق الامارات وعيب حقك انت وعيب حق الناس. منين يجيب يعني لك يا جاسم؟ منين ما ادري، يجيب واحد لك؟ داخل فلسطين، واحد داخل فلسطين، واحد داخل في الرسول، واحد داخل في سكاي نيو، ما يجمعون، ما يجمعون ابوي. خليني اشوف لعل زيد يجمع، خليني اشوف زيد اذا عاد عنده شيء ما لم نعطيك انت حق الرد واتمنى اخواننا الجزائريين فعلا يا اخي، انا شايفكم في القسط، انتم في القسط يا زيد. لحظه يا زيد، لحظه، هذه ملاحظه جيده. شوفوا لنا جزائري شويه متمكن، شوفوا لنا جزائري. انا لا اعرفكم الذي في القسط، اسماء جديده انا ما عمري شفتهم. اذا زيد ولا كونغستر ولا من هذول تعرفوهم، انا خايف يطلعوا يسبونا. اذا تعرفوا حد متمكن خلوه يجي يا اخي يترافع ونسمع منه كلام شويه مفيد. تفضل يا زيد كمل يا اخي، لن نقاطعك، كمل الى ان تكمل. كمل. اوكي، انا قلت التقرير جاء رد على ما قامت به سكاي نيوز. سكاي نيوز انت قلت لي انها لا تمثل الامارات، وانا قلت لك انها تمثل الامارات لانها تبث من على ارضهم، فانها ليست يعني اكيد سوف تكون منحازه، فهي ارادت بذلك زرع الفتنه ما بين الجزائريين، وكان هذا هو مرادها. زرع الفتنه بين الجزائريين. ما بين الجزائريين. انت قبل شوي قلت عندكم مشاكل وعندكم ازمه هويه، وقلت انه تقرير واحد على سكاي نيوز هز اركان الدوله. هو لم يهز اركان الدوله،